عساكم ومرحبا بكم مستمعينا. سؤال اليوم في فقرة سؤال على الطاير، سألناكم تعرفوش مفتاح سعد الله. مفتاح سعد الله هي بلاصة في شيرة باب سعدون نعرفها. السكة متاع مترو. حقيقي بقى يا بخت البلد دي. اسم علم ذا ولا اسم بتاع اوبجي؟ اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ. مفتاح سعد الله القريه ذي كانوا يعملوا فيها سليم شيبوب بكي يربي فيها في الخيول وكل المسابقات تاع قمار حاجه كيما ده بيركب ببلاش. مفتاح سعد الله محطة بعد باب سعدون، بعد شو اسمه، بعد باب الخضرة تق قبل هاي. اي مفتاح سعد الله قبل عمرها الاعلى. في باب سعدون مفتاح سعد الله شنو؟ بلاصة مفتاح سعد الله باب سعدون. باب هذا عنده مفتاح سعد الله باص. ده انجليزي يا مرسي. نهش. يا نهار اسود. مفتاح سعد الله باب سعدون. وقت اللي بدات الحرب العالمية الثانية ودخلت الجيوش الألمانية لتونس في نوفمبر 1942، خرجوا المساجين السياسيين كانوا دستوريين اللي حبوا يهربوا، وعاونهم وقتها عم الشادلي اللي كان عساس في الحبس. المحاولة هذه ما نجحتش، ومات مفتاح سعد الله مع عبد الرحمن بن خليفة ومفتاح فرحات ومحمد الفرجاني، وقتلوهم جنود الباي نهار 14 سبتمبر 1942. موت مفتاح سعد الله واصحابه ما تعداش بالساهل، ودخلت تونس في فوضى وكافحوا الدستوريين وناضلوا وخرجوا الالمان من بلادنا. هذه هي حكايه مفتاح سعد الله. نتقابلوا غدوه في سؤال على الطاير.